وصلت دولة عجيبة من عجائب الدنيا السبع. وصلت دولة وادي القمر، دولة أخفض نقطة على وجه الأرض. دولة ابن حتوتة. جاهز اخذك في الأردن؟ جاهز، يلا بينا. دولة فيها عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، دولة وادي القمر، دولة أخفض نقطة على وجه الأرض. وصلت لأخفض نقطة على وجه الأرض، 420 متر تحت سطح الماء. دولة محاطة بأربع دول، السعودية، العراق، سوريا وفلسطين، وفيها أنشطة من الأجمل في العالم. وصلت الأردن. بس في حاجة واحدة ما عجبتنيش. شو يعني؟ أخدت طيارة على الخطوط الأردنية من القاهرة لعمان، العاصمة، المدينة البيضاء، ومن أكبر المدن العربية في تعداد السكان. قابلت ابن حتوتة من أشهر الرحالة في العالم العربي، اللي قرر يفرجني على الأردن في 7 أيام. وقبل ما نبدأ لفتنا حوالين عمان، حتوتة قال لي تعالى هنجرب حاجة مميزة جدا. قهوة من محل اسمه قهوة بلاك. القهوة عندهم بليرة وخرافية، طعمها عن جد حلو. أنا اللي بشرب منها يعني أرخص مكان وأعلى جودة. بيعمل قهوة بدينار، أجمل وأرخص قهوة في عمان. بعديها زرنا جبل القلعة في عمان، وبنزور واحد من أهم المعابد الموجودة، معبد هرقل. تم إيجاد يد محفورة حجمها عظيم جدا، هي الجزء الباقي من تمثال هرقل اللي كان موجود هون. وشفنا المدرج الروماني، مكان بيطل على الأردن كاملة. بالليل اتمشينا في وسط البلد، جربنا قصب السكر الأردني وكفتة طحينية وعرايس. الأجواء هناك منعشة. يا سلام. وطبعا ما فوتناش الكنافة اللي مختلف عن أي كنافة جربتها. تاني يوم فطرنا في مكان اسمه حكاية ستي، بيت عيلة كان بيحب يعزم الضيوف الأجانب يجربوا الأكل البيتي الأردني. كبر الموضوع وبقى مطعم مشهور. وبعدها بدأنا المغامرة برحلة لواحد من أجمل الأماكن في الأردن، وادي الموجب. وصلنا الأردن، وأول حاجة لاحظتها إن هي مليانة سهول كتير جدا وألوان وخضار. أنا كنت توقعت إن الأردن هتكون صحراء خالص. وصلنا لأخفض نقطة على وجه الأرض، 400 متر تحت سطح المية، جنب البحر الميت، في وادي اسمه وادي الموجب، من أجمل الأودية اللي هتشوفوها في الأردن. خليني أفرجكم معايا. هنشوف إيه في وادي الموجب؟ رح نشوف شلال، ورح نمشي عشان نوصل للشلال في مجموعة من المضائق الصخرية. رح نعمل مغامرة هيك في الماء ونتسلق. هلا بشوف. التشكيلات الصخرية والألوان في الوادي قوية، المياه دافية وبتقدر تطفو فوق المياه. فاكر إن الأردن صحراء، فهو غلطان. طلعنا من الوادي على أوطى نقطة على وجه الأرض، البحر الميت. درجة ملوحته 37%، يعني 9 أضعاف البحر المتوسط. أنتوا متخيلين؟ الأردن من أكتر 5 أماكن مشهورة للسياحة العلاجية في العالم. رحنا كمان نزور البتراء. في الطريق عدينا على أكبر محمية في الأردن، محمية ضانا، فيها 4 أنظمة مناخية خلتها الأكثر تنوعاً. فيها بيوت ضيافة مطلة على المحمية، ومنها طلعنا على عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، لكن قررنا نشوفها بشكل مختلف، بالليل مع الشموع. وفي النهار كانت ساحرة، المكان بيحسسك إنك رجعت بالزمن سنين لورا. مش بس كده، زرنا وادي القمر، من أقرب الأماكن اللي ممكن تنزل فيها مكان شبه المريخ في صحراء الأردن في وادي رم. وصلنا عند واحد من أغرب الأماكن اللي ممكن تنزلوا فيها في وادي رم، حاجة اسمها الفقاعة أو البابل. البابل فعليا منفوخة نفخ. في عنا بابين عشان ندخل، لو فتحنا هدول البابين مع بعض البابل حتنفس، عشان هيك لازم نفتح الأول وبعدين سكره وندخل من الثاني. مش طبيعي المكان، واو. بيبقوا قاعدين فيها، انتوا شايفين المنظر عامل ازاي يا جماعه؟ تحسوا في المريخ. اصلا ده مارشن اتصور في الصحراء دي من كتر ما هي لونها احمر. بس بصوا منظر البابلز عامل ازاي. طبعا هفرجكم عليها من جوه. واو، في جاكوزي كمان. من أشهر وأقوى الصحاري على مستوى العالم. نزلنا في مكان يحسسك إنك فعلاً على المريخ، عالم آخر، تجربة مختلفة ومميزة. ده غير إن المكان كله شغال بالطاقة الشمسية. صحراء وادي رم على الغروب خيالية، وأحلى حاجة إن في هناك اختيارات كتير تناسب كل الميزانيات. وبالليل كلنا وجبة مشهورة في الأردن اسمها زرب لحم، مطبوخة تحت الأرض، بيخلي اللحمة بتدوب. زرنا كمان مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة بالأردن. طيب وصلنا العقبة. طيب احنا قررنا نعمل تجربة جديدة، هنطير. هنبدأ رحلة الطيران مع كابتن غسان.
طرنا بطيارة مايكرو لايت، تجربة مختلفة. حسيت بأمان وقدرت أستمتع بكل لحظة. طيران آمن لأنه بيعتمد على الهواء، حتى لو الموتور وقف الهواء هو اللي بيحرك الطيارة. بتقدر تشوف الخليج والمرجان من فوق. واو فظيعة، تجربة مميزة فريدة، أول مرة أستمتع بالطيران، أنا كنت دايما بدوخ أصلا. وبعديها قررنا ننزل نشوفه بطريقة مختلفة. قررنا نعمل تجربة جديدة موجودة لأول مرة في الشرق الأوسط. دي أول مرة صح؟ أول مرة. هتشوفوا حاجة غريبة ما شفتوهاش قبل كده. اتمشينا تحت المية، تتنفس عادي طول الوقت، تتفرج على جمال خلق الله. حتى لو مش بتغوص تقدر تنزل. العقبة من أجمل أماكن الأنشطة في الأردن، في البحر والبر، لأن السواقة في صحراء العقبة من أمتع الأنشطة اللي ممكن تعملها. ونهينا اليوم بأكلة سمك قوية. زرنا في الرحلة مدينتين من الأشهر، جرش وعجلون. وصلنا لعجلون في الشمال، من أكتر المدن الخضراء اللي زرتها في الأردن. وهنا المميز إن هما بيعملوا الأكل بنفسهم، يعني كل الأكل أو الفطار ده كله معمول في المدينة نفسها من الخضار ده. فيها محمية غابات عجلون بتساعد المحليين يشتغلوا. كل حاجة بتتباع في المكان من موارد المدينة نفسها، حتى الأكل من خيرات المدينة. لو عايز تشوف منظر الخضار بصورة أقوى اعمل زيبلاين. ومنها اطلع على التلفريك اللي بيوصلك لقلعة عجلون اللي أمر ببنائها صلاح الدين الأيوبي، موجودة على ارتفاع 1100 متر فوق سطح البحر. ابن بطوطة أجى على المكان وحكى إنه وجدتها مدينة حسنة فيها أسواق كبيرة وقلعة خطيرة، لأنه هاي القلعة ما احتلت لا من التتار ولا من المغول، من أقوى وهم أقوى جيوش العالم في ذلك فيها الزمان. قبة في التراث العالمي لليونسكو لأنها قبة بدون أعمدة. وزرنا مدينة جرش. وصلنا جرش، واحدة من أهم المدن أيام الإمبراطورية الرومانية زمان، وكانت عاملة حلف اقتصادي مع 10 مدن تانيين. مدينة كاملة مليانة آثار رومانية، بتحس إنك رجعت بالزمن وإنت بتتمشى فيها. احنا موجودين دلوقتي في الساحة اللي كان بيلتقي فيها الناس قبل ما يخشوا على المدينة. 360 درجة من العواميد، بس في حاجة مميزة جدا، بيبص على كل المكان من فوق معبد الإله زيوس اللي بيقولوا عليه كبير الآلهة. احنا حاليا في المسرح الروماني، ومميز فيه جدا ان لو جيت تقف في النص بالظبط هنا وجيت تتكلم بتسمع صدى الصوت. يعني دلوقتي سامع صوتي واضح جدا. لو قلت بص يا معلم، لا كده لازم اتكلم كده بالظبط. بص يا معلم، الشباب عسول والكلام معقول. السوسة نخرت بأسناني. شكرا. طيب احنا حاليا في ممر طوله 800 متر اسمه ممر الأعمدة. كان بيستخدم زمان عشان الناس تعدي منه، ممر بيعدي منه العربيات الأحصنة والناس. عرفوا منين؟ شايفين الخط ده بسبب العجل بتاع العربيات الأحصنة نفسها بتعدي من هنا، والناس كانت بتعدي الناحية التانية. الغدا كان في بيت أردني جميل، عزمونا على مقلوبة ومندي. اليوم احنا في ضيافة عمي أبو محمد في جرش، والأكلات اللي عنا أهم شيء طبعاً المقلوبة. مقلوبة سميت مقلوبة لأنه لما تنعمل بتكون معمولة طبقات وبتنقلب وبتنزل زي الكيكة، فاسمها مقلوبة. أول مين اخترعها كان أهل القدس، عملوها لصلاح الدين الأيوبي. ومرة تانية على منسف. غدانا النهارده في السلط وهنجرب المنسف. في القرن التاسع قبل الميلاد كان في ملك اسمه يشع، وكان على معارك وحروب دايما مع اليهود. كان اليهود محرم ان هم ياكلوا لبن مع اللحم، فامر قومه عشان يتاكد من ولائهم ان هم ياكلوا لبن مع اللحم عشان ينسف معتقد من معتقدات اليهود، ومن هنا جه المنسف. لازم بياكلوا باليمين والشمال ورا ظهرك.
بيجمعوا الرز مع اللبن واللحم اسمها ضحبرة، ومحدش يقوم قبل ما الضيف يخلص. واخيرا زرنا السلط، مدينة من اهم المدن في الاردن، دخلت اليونسكو السنة اللي فاتت. مدينة عتيقة هتحس بجمال شوارعها لما تتمشى فيها. تعتبر من المدن القديمة جدا في الأردن، أصلا كانت عاصمة الأردن الأولى، بسموها مدينة الأوائل، فيها أول مدرسة، فيها كان أول مجلس برلمان، أول حكومة، كل شيء بدأ في الأردن من السلط. فهلأ حتشوف قد ايه المدينة وشكلها بتحس إنه تاريخي. رحنا مخصوص نفطر عند ام عمر، من اجمل الاماكن اللي تروح تفطر. النهارده هنفطر في مكان مميز قوي، لو جيتوا الاردن لازم تيجوا تجربوا تفطروا هنا عند ام عمر. عمر ديارك بالصحة والعافية. الله يخليك، الله يسعدك، ربنا يديك طول ام العمر. عمر هنا بتطبخ كل الاكل من المكان نفسه، يعني بتربي المعيز والفراخ وكل حاجه كده، والاكل بيطلع من المكان نفسه، فده المميز في المكان هنا. شو فطورنا اليوم يا ام عمر؟ لبن بلدي، جبنة بلدي، بيض بلدي، خبز عصاج، شاي على الحطب، قلاية بندورة اللي بحبها جلالة الملك، وأهم شيء مربى الليمون والزنجبيل اللي بتحبه الملكة، هذا لازم ينزل على كل سفرة. الأردن من أجمل المدن العربية اللي زرتها، وأهلها أهل كرم وضيافة كبيرة. سفرياتي الأخيرة في الدول العربية تخطت توقعاتي، وصدمتني الدول العربية بجمال طبيعتها وأهلها. متحمس لباقي الدول والقصص، أشوفكم في فيديو جديد. سلام. ما عجبنيش ان انا ما قعدتش اكتر من اسبوع. لا إذا هيك خلص تمام. المرة الجاية بتقعد أكثر. والنهارده الحمد لله كل الكلام اتباع، الكلام بقى على مرتاح، على لبس وفيلا وعربيات وبتاع. شكرا.